وصلكم لهذا الوضع؟ بالامس من كم شهر فاتت وانتم كنتوا في بيوتكم مرتاحين واغنياء، والسلطه بيدكم وبترولكم بيدكم، البترول توقف، حياتكم توقفت، والمشاريع توقفت. من اللي وصلكم لهذا؟ عشان ايش؟ عشان يحكمكم؟ جتوا هذه العصابات اللي تشكلها الاستعمار، الخونه، علشان يجيبوا الاستعمار يشردوا شعبنا، يشردوا الشعب الليبي، فرغوها من السكان. اللي خلى الشعب الليبي في هذا الوضع وخلى النسوان الليبي في هذا الوضع، هذا هو اللي انقضوا عليه، انقضوا عليه. وينك يا لو كانت جينا وتحاكينا، قد الدنيا مشتاقين، قد الدنيا مشتاقين. يا دارت الايام حلينا من هو بينا، ومن يملاه مكانك مين، من يملاه مكانك مين. وينك يا لو كانت جينا وتحاكينا، حال العازا محتارين، حال العازا محتارين. عدنا استعقدنا ولينا ايش فدينا، ما كلنا وما لبسنا دين، ما كلنا وما لبسنا دين. هي بانت فينا ولقيناها، نيتك ضرتنا مقواها، بانت فينا حسيناها، ظالم المظلوم خذاها. ومن يجرى اليوم يواجهنا، ومن يجرى يسكتنا، احنا قصرنا وغلطنا، سامح يا والدنا. إذن فيه مؤامرة لاستعباد الشعب الليبي، إذلال الشعب الليبي والسيطرة على قوت أولاد الليبيين اللي هو البترول يبقى تحت السيطرة الأمريكية أو الفرنسية أو البريطانية. هذا هو اللي يتضح هذه الأيام. كل الشعب الليبي لازم يفهم من أقصاه إلى أقصاه. هناك محاولة لافتكاك لقمة عيش أولادكم من فمهم، وهو البترول. ما عندكمش حاجة تعيشوا بها يا ليبيين إلا البترول. البترول تبغي أمريكا تسيطر عليه، وهي فرنسا وبريطانيا.